السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. اتكلمنا قبل كده عن الشيلن الورق، لكن هنتكلم النهاردة عنه باستفاضة، مواصفاته وأسعاره وإيه المطلوب وإيه اللي مش مطلوب. الشيلن الورق صدر لقانون 50 لسنة 1940. بموجب القانون ده تم طباعة مجموعة من الأوراق اللي بتحمل الخمس قروش ده، وده صدر بعد سنة 40 لأن معظم الناس في خطأ شائع. معظم الناس بتقول إن الشيلن ده صدر سنة 1940. هو صدر لقانون 50 1940 زيه زي البارزة الورق. مر بنفس مراحل البارزة، العهد الملكي، وكان بيرمز له هنا الدولة المصرية. الدولة المصرية ده بيرمز للعهد الملكي وعهد فاروق. توالت الأحداث ودخلنا على ثورة يوليو، وكان اسمه في الوقت ده جمهورية مصر فقط بدون العربية، لأن مصر ما كانتش في الوقت ده أعلنت العروبة. العروبة جت بعد كده، بعد ما قامت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وتم الرمز ليها بالجمهورية العربية المتحدة، لأن الشيلن ده كان بيتداول يا جماعة في مصر وسوريا في نفس الوقت. ثم حدث الانفصال وتوالت الأحداث وتم طباعة مجموعة منه في الستينات بتحمل اسم جمهورية مصر العربية، وده متوفر مع كل الناس زي اللي في ايدي ده متوفر بيتباع بالباكو. لكن المطلوب هو اللي مكتوب عليه الدولة المصرية أو جمهورية مصر. جمهورية مصر العربية ما بيجيبش أي فلوس. ابحث عن كنوز العملات المصرية القديمة وتابعني على شبكات التواصل الاجتماعي محمد حكيم بورسعيد. تابعنا وتابع كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.